عابد الياهو زخاري كرمان، من مواليد 43، يعني عنده دلوقتي 24 سنة. جنسيته؟ إسرائيلي يا فندم، بس من أصل عربي. أمه فرنسوية اسمها إيفيت فرانسوا. أبوه قابلها سنة 37 لما جت هي وأهلها من فرنسا علشان يحاجوا في القدس. حبوا بعض واتجوزوا، وأهلها رجعوا فرنسا من غيرها. أبوه وأمه عاشوا في قرية صغيرة جنب القدس لغاية أحداث 47. بعد كده ونتيجة للأحداث اللي حصلت انتقلوا للإقامة في قرية صغيرة جنب حيفا اسمها إبطن. أبوه اشترى هناك مزرعة وعاشوا فيها. ابوه لسه عايش؟ لا يا فندم، أبوه مات أوائل الستينات. وعابد ده مالوش اخوات؟ كان ليه يا فندم، كان ليه أخ أكبر منه، بس كل اللي قدرنا نعرفه عنه إنه مات وعنده حوالي 10 سنين. ووالدته؟ والدته يا فندم عايشة هي وعابد دلوقتي في المزرعة اللي سابها لهم أبوه، بس من سنتين خالته جت من فرنسا بعد جوزها ما مات وعايشة معاهم في المزرعة دلوقتي. هو دراسته ايه؟ عابد درس في مدرسة جنب حيفا وحاول بعد كده يخش الجامعة لكن ما قدرش يمشي فيها. ليه؟ ويا فندم أصله لعب شوية ومتهور هو أصله بيحب الستات. نعم؟ قصدي يا فندم يعني إنه علاقاته النسائية متعددة. هو أصله شاب حليوة وليه طريقة كده بتحبب البنات فيه. أنا شايف يا فندم إن المواصفات دي هتخدمنا في شغلنا كويس قوي. اقول لك ايه، انا نفسي اروح حته نكون فيها لوحدينا، انا وانت وبس. بس انا في حيفا ما اعرفش اي مكان، لكن المزرعه بتاعتي نص ساعه من هنا. وانت فكرك هو انا اقدر استنى نص ساعه؟ يلا بينا. انا فين؟ ما تسالش، تعالى. شوشلة، تعال شوشلة. مين ده؟ ده بابي. بيتك على بيت بابي لسه حضر دلوقتي. مين ده يا شنشلة؟ ده صاحبي بابي. صاحبك ده اسمه ايه؟ الحقيقه ما لحقتش اساله. ايه يا يوسف؟ ده واد لعبي وفسدان وحياته ملخبطه واخد الدنيا هزار. انا مش عارف ايه اللي عاجبك فيه. بعد إذنك يا فندم، أنا شايف إنه مثالي. مثالي؟ أيوة يا فندم، هو صحيح واخد الدنيا بالطول والعرض ومش واخد أي حاجة جد، لكن أنا شايف إن عنده مميزات كتيرة سيادتك. مميزات؟ مميزات ايه يا سيد يوسف؟ أولا يا فندم إنه عايش جوه إسرائيل مع أمه وخالته الفرنساويين. ثانيا وده الأهم، إنه رغم إنه من أصل عربي لكنه عايش وسط الإسرائيليين على إنه واحد منهم، إسرائيلي زيه زيهم. كل أصحابه ومعارفه وجيرانه بيتعاملوا معاه على إنه إسرائيلي، ومحدش واخد باله خالص من حكاية إن أصله عربي. مهم هو يا ترى لسه فاكر اصله العربي ده ولا نسيه؟ لا يا فندم، هو محتاج للي يصحي الحكاية دي جواه. ولو رفض؟ لا، في الحالة دي نبعد عنه خالص وندور على حد غيره. الواد ده لو الحس العربي لسه صاحي جواه هيبقى عميل مثالي بالنسبة لينا. بالظبط يا فندم، وده اللي احنا حاليا بنشتغل عليه ونحاول نستكشفه. طيب خلي الراجل بتاعنا اللي في حيفا يقرب منه، بس بحذر شديد جدا، بدون اي تهور او اندفاع. لازم نتأكد الاول قبل ما ناخد اي خطوة. مفهوم يا سيد يوسف؟ مفهوم يا فندم. صالح. ايوه يا خواجه. تعال.
اهلا يا خواجه. الجماعة موجودين؟ كلهم موجودين في الدار. طب جهز لي انا بقى طلباتي، الفراخ والبيض وكم ازازة زيت زيتون على ما اسلم عليهم وارجع لك. حاضر يا خواجه. انت بتخرف بتقول ايه يا ابي؟ انا مش ممكن اوافق على الكلام الفارغ ده ابدا. ليه بس يا ماما؟ لا يعني لا. هو ايه اللي لا؟ ايه يا جماعة؟ ايه في ايه يا ابد؟ في ايه يا ايفات؟ تعالى يا جاكوب شوف البيع عاوز يبيع المزرعة. انهي مزرعة دي اللي انت عايز تبيعها؟ المزرعه اللي احنا فيها دي مزرعه ابويا، واحنا حيلتنا غيرها؟ بقى ده كلام؟ تبيع المزرعة؟ تبيع ارضك وارض ابوك؟ قول له يا جاكوب، قول له ان لو كان ابوه لسه عايش كان مستحيل يقبل فكرة ان المزرعة دي تتباع. قول له كمان ان المزرعة دي مش بتاعته لوحده، انا ليا فيها انا كمان. فاهم يا عبد؟ انا ليا فيها زي ما ليك بالظبط. ماما أرجوك اسمعيني من غير عصبية وحاولي تفهمي أنا بقول إيه. مش عاوزة أسمع، مش عاوزة أفهم، أنا خلاص زهقت. طول ما أنا عايشة المزرعة دي مش هتتباع، لما أموت ابقى بيعها احرقها أنت حر، لكن طول ما أنا عايشة المزرعة دي مش للبيع. فاهم يا عبد؟ دي مش طريقة تفاهم أبدا. شايف الولد بيتعامل معايا إزاي؟ أنا خلاص مش عارفة أتعامل معاه خالص. اهدي اهدي يا ايفات واحكي لي ايه اللي حصل. كل ده من تحت راس جاكلين. اتفضلي ايفات. مين جاكلين دي؟ جاكلين دي بنت في فرنسا اعرفه عبد، وبينها وبينه جوابات رايح جاي، جوابات كتير كتير. هي بتشتغل في الاير فرانس. عبد عاوز يبيع المزرعة دي عشان يسافر عشان بنت دي فرنسا. اعمل لك قهوة مسيو جاكوب؟ يا ريت مدام كلير يا ريت. ان سكنت مش هتأخر. ايه حكاية جاكلين دي؟ وقابل اتعرف عليها ازاي؟ لما جوز كلير مات رحنا فرنسا علشان نجيبها تعيش معانا هنا. عابد اتعرف على البنت دي، لحست مخه، بعدين بدأ يفكر انه يبيع المزرعة. كل ده علشان خاطر يسافر لها فرنسا ويتجوزها ويعيش معاها هناك. الولد ده هيجنني بجد، هيجنني. ده كلام عيال، ما تحطيش في دماغك. نو جاكوب، ابني مش عيل، وبدل ما يساعدني في المزرعة سايب المسؤولية كلها على كتافي وداير مع البنات وست جاكلين بتاعته دي. خلاص يا ايفات خلاص، انا هكلمه واحاول اعقله. اصل ايفات نسيت يا مسيو جاكوب انها لما حبت ابو عابد سابت الدنيا كلها علشان وجت عاشت معانا. لا كلير، في فرق كبير بيني وبين ابني عبد. نو سي لا ميم شوز. نو سيل فو بلي، بلاش كلام فارغ. ما تزعليش منها مدام كلير، واضح ان اختك اعصابها تعبانه قوي اليومين دول. وي مسيو جاكوب، قوي قوي اعصابها تعبانه، على طول عصبيه، على طول بتتنرفز. بعدين مسكين عابد معاها بجد، عابد شاب لازم يعيش، سي لا في نسبة. مظبوط مظبوط مدام كلير مظبوط. طب ادخلي وحاولي تهديها وانا هخرج اكلم عابد. ايه ده يا عابد؟ ايه اللي عملته مع والدتك ده؟ أنا خلاص يا عم جاكوب مبقتش طايق لا البيت ولا المزرعة ولا البلد دي كلها. كل ده عشان البنت الفرنسوية اللي اسمها جاكلين دي؟ لا تحكي لك. انت بتحبها؟ طبعا بحبها. طب ما تسافر لها؟ سافر ازاي؟ أمي ماسكة حنفية الفلوس وبتديني بالقطار. قطارة ايه يا عم عابد؟ ده انت عايش حياتك بالطول وبالعرض، وكفاية كل يوم والتاني سهرك في حيفا والبنات اللي تعرفهم هناك. أيوة، بس فرنسا، باريس، جاكلين دول حاجة تانية خالص. ده غير الدفنة اللي أنا مدفونها هنا في إسرائيل.
نفسك تسافر فرنسا؟ لا طبعا. طب واللي سفرك؟ سفرني ازاي؟ انا مستعد اسعى لك في الحكايه دي. تسعى ازاي يعني؟ هسفرك باريس. اتكلم جد. شايفني بهزر؟ انت عندك فكره سفريه زي دي بتتكلف كام؟ ما تتكلف زي ما تتكلف، هتدفع حاجه من جيبك؟ تذكره واقامه ومصاريف، ده مبلغ كبير قوي يا جاكوب، انت مش حامل المبلغ ده. ومين قال لك ان انا اللي هدفع؟ انا ليا جماعه اصحابي مستعدين يتكفلوا بالحكايه دي كلها. اصحابك دول هنا في حيفا؟ امال فين؟ في مصر. ما تستعجلش، فكر بينك وبين نفسك على مهلك، خد وقتك براحتك، والاسبوع الجاي او اللي بعده لما اجي اخد التموين ابقى رد عليا. امشي انا بقى. زمان صالح حمل الحاجه في العربيه، يبقى اكتب حساب الحاجات دي على النوتة، ولما اجي المرة الجاية هبقى ادفع. شالوم. مصر. ايه يا ابد، مش بتاكل ليه؟ بصراحة ماليش نفس، أنا طالع أنام. ايه ايفات، هتفضلي زعلانة من ابد كتير؟ بفضل كلير سيبيني في حالي. نفسك تسافر فرنسا؟ لا طبعا. طب واللي سفرك؟ سفرني ازاي؟ انا مستعد اسعى لك في الحكايه دي. تسعى ازاي يعني؟ هسفرك باريس. أنا ليا جماعة أصحابي مستعدين يتكفلوا بالحكاية دي كلها. اصحابك دول هنا في حيفا؟ امال فين؟ في مصر.
فين يا مرة؟ قول لي جوزك فين يا مرة؟ هات يا عبد تعالي بسرعه لازم نهرب يلا. ايه الورق ده؟ دي حجة الدار القديمة اللي كنا عايشين فيها في دير ياسين، مختومة وممضية من الوالي العثماني، ومعاها حجة الأرض اللي كانت ملكنا هناك. وده عقد جوازي من أمك. خلي بالك من أمك يا عابد، دي ملهاش في الدنيا غيرك، ومحدش هيحبك في الدنيا زيها. ومعاها شهادة ميلادك الأصلية وشهادة ميلاد أخوك ياسر الله يرحمه. الله يرحمه. وده مفتاح دارنا القديمة اللي في دير ياسين، الدار اللي أنا وأبويا وجدي وأنت وأخوك اتولدنا فيها. اسمك دلوقتي عابد إلياهو زخاري كرمان، عايش في ابطن لواء حيفا، لكن اسمك الحقيقي عبد الله زكريا قرمان، من مواليد دير ياسين لواء القدس. جذورك هناك يا ابني، اوعى تنسى جذورك، اوعى تنسى. بس انت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي يابا؟ الايام بتعدي وما فضلش من العمر قد اللي فات. الواحد لازم يعمل حساب الزمن. ربنا يطول في عمرك يابا. الأعمار بيد الله. الكلام اللي قلته لك يا ابني لازم تحطه حلقة في ودنك. دي رسالة أنا بقولها لك ولازم تقولها لأولادك من بعدك لحد ما الحق يرجع لأصحابه. فكرك ده ممكن يحصل في يوم من الأيام يابا؟ إن الدار والأرض يرجعوا لنا من تاني؟ شوف يا عابد،
انت دلوقتي عايش مع الاسرائيليين في وسطهم. اوعى تبقى منهم وتفكر زيهم وتحلم احلامهم. الصليبيين قعدوا في الارض دي اكتر من 200 سنة، وفي الاخر اضطروا يمشوا ويسيبوا الارض لاهلها. ومهما طال الزمن الارض هترجع لاهلها. المهم اصحاب الارض دي ما ينسوش هم مين واصلهم ايه. فاهم يا عابد؟ فاهم يابا. ومهما طال الزمن الأرض هترجع لأهلها. المهم أصحاب الأرض دي ما ينسوش هم مين وأصلهم إيه. صباح الخير أدون عابد. صباح الخير يا ليا، ازيك وازاي مراتك؟ مالكش دعوة بمراتي، سيبها في حالها وخليك في حالك. انا كنت عايز اطمن عليها بس. طلباتك. هات لي قهوة. طيب. هو جاكوب مش شغال النهارده ولا ايه؟ هو النهارده السبت؟ لا مش السبت يا ليه. يبقى شغال. امال دكانه لسه مقفول ليه؟ ما هو بيصحى على راحته، شوية كده وتلاقيه فتح. أهو وصل. بقول لك ايه يا ليه؟ خلي عينك على العربية لحد ما اوصل عند جاكوب واشتري شوية حاجات. صباح الخير يا عم جاكوب. عابد، ايه اللي جابك حيفا؟ انا كنت عايز اتكلم معاك. امال افرايم فين؟ افرايم لسه ما جاش. خير؟ انا موافق. موافق عليه؟ ان اشتغل مع المصريين. هو في حد طلب منك انك تشتغل مع المصريين؟ مش انت قلت لي انهم عايزين يساعدوني ان اسافر فرنسا؟ ايوه بس انا ما جبتش سيرة انك تشتغل معاهم دي خالص. هما هيسفروني ليه؟ علشان سواد عيوني؟ بص يا عم جاكوب، احترم ذكائي. انا فاهم كل حاجة. انا موافق. اتكلمت مع حد في الموضوع ده؟ حد مين؟ يعني والدتك، خالتك كلير، صالح اللي عندكم في المزرعة. لا طبعا ما اتكلمتش مع حد خالص. أنا وطي صوتك، الحيطان لا ودان. امسك. ايه ده؟ المفروض انك جاي تشتري من عندي حاجات، مش لازم تخرج وايدك فاضية. الناس تقول ليه؟ الله، يعني ما ردتش عليا؟
عايز اقول لك ايه؟ ايه اللي مطلوب مني وايه اللي لازم اعمله؟ ولا اي حاجه خالص. كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك ترجع المزرعه وتعيش حياتك عادي جدا لحد ما اتصل بيك. امتى؟ ما تستعجلش، كل شيء بأوانه. وما تنساش بقى تسلم لي على والدتك وبالذات خالتك كلير، وانا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد هفوت عليك. يلا شالوم. شالوم. هاي ليا، هاي جاكوب. في ايه يا عوي؟ رسالة من في 14 يا فندم. ايوه ايوه يا عماد، خير. دي 14 مش ميعاده النهارده. طيب انا جاي حالا. يا عماد، خلصت الرسالة ولا لسه؟ حالا يا فندم. هنرد عليه يا فندم، هنقول له ايه؟ قول له يستنى مننا رسالة في المواصلة اللي جاية. بالسرعة دي؟ لحق يفكر ويقرر في موضوع خطير زي ده مسافة سواد الليل؟ ما هو أنا علشان كده يا فندم جيت لسيادتك دلوقتي أعرض عليك الموضوع ونشوف هنتصرف فيه ازاي. لا الولد ده يا إما متهور ومجنون يا إما مفهوم طبعا يا فندم، كل الاحتمالات واردة. طب سيادتك تحب نرد على الراجل بتاعنا هناك نقول له ايه؟ لأنه مستني مننا رد. أنت رأيك ايه؟ والله يا فندم أنا رأيي نطلع خطوة لقدام، نقابل الولد ده وندرسه بنفسنا، ولو طلع زي ما أنا بتمنى أكيد هنقدر نعمل بيه شغل كويس قوي. خلي بالك يا يوسف، البلد داخلة على مرحلة مهمة جدا وخطر جدا. سياسة الدفاع النشط هي السياسة المعتمدة دلوقتي في الجيش المصري على طول الجبهة، وطبعا الإسرائيليين مش هيسكتوا على كده. يوسف. أيوة فندم. أنا عاوزك أنت بنفسك اللي تتولى الموضوع ده. عاوزك تقرب من الولد ده،
تدرسه كويس قوي، لكن بحذر من غير اندفاع. مفهوم يا فندم. جاكوب مش معاهم النهارده ولا ايه؟ ايوه جاكوب هيجي النهارده. امال ما جاش ليه؟ ما انت عارف انه ما بيصحاش بدري، اكيد تلاقيه على وصول دلوقتي. سلوي. ازيك يا جاكوب؟ ايه الاخبار؟ تعال سعيد امسك. ايه ده كله؟ امسك بس دلوقتي. خد يا صالح اعدل العربية. يلا ورايا يا ابني يلا. بونجور. بونجور مسيو جاكوب. ايه كل الحاجات دي؟ دي الحاجات اللي انتوا طلبتوها مني المرة اللي فاتت. بس احنا ما طلبناش حاجات كتير كده. لا بس انا جبت شوية حاجات زيادة من عندي. ما جاتش منك يا ابي. بعد اذنك يا قابل تقول لي صالح بس يحط التموين اللي باجي اخده كل مره، بس المره دي بقى عايز شويه حاجات زياده كاتب لك لسه بيها. يلا. ايه العلبه دي يا جاكوب؟ دي هديه صغيره كده عشان مدام كلير. اوه سي بور موا. وي ها مش هتفتحيها؟ اكيد. Oh, Yvette! Parfum. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. Parfum غالية قوي.